يا صباح الفل والياسمين. في وصفات كده من سهولتها تقومي تعمليها حالا. هنعمل النهارده فطير مشلتت بس من غير فرد ولا عجن ولا دقيق ولا اي حاجه خالص. هنطلع تحفه فنيه. هنعمل فطيره علي بابا، حاجه كده خطيره ومقرمشه، ومن جوه من بره ناشفه ومقرمشه، ومن جوه هشه ومورقه وما فيهاش غلطه، كانك عامله فطير فلاحي مشلتت مقرمش من بره ومن جوه مورق وخطير بجد. يلا نشوف الجمال ده عملنا ازاي. اول حاجه هعمل الخليط اللي انا هدهن بيه. اول حاجه معايا نص كوبايه لبن، معاها معلقتين قشطه، معلقتين زبادي، ومعاها كمان ربع كوبايه سمنه. حطي معاها فلفل اسمر وحطي الملح بتاعك وبس كده. هتقلبيهم مع بعض كويس جدا. طبعا انا كان عندي هنا اللبن ساقع شويه، فيعني ايه السمنه مسكت شويه. انا بعد كده يعني سيحتها. هنجيب الصينيه بتاعتنا وحط من تحت كده مسحه سمنه. بعد كده ورقه لف الجلاش هاتيها، لف الجلاش واحده بس هنعمل بيها حوالي فطيرتين حلوين قوي. هاتي بقى انزلي بالورق بتاعها زي ما انت شايفه كده. هتنزلي بالورقه ودهني بالخليط اللي احنا عملناه باللبن والقشطه والزبادي والسمنه. وهنبتدي ان انت تحطي اوراق طبقات زي ما انت شايفه بالطريقه دي بالظبط. حطي حوالي مثلا 8 ورقات. انا حطيت حوالي 8 ورقات باللفه بتاعتها، على اساس ان هي تبقى من تحت مورقه معايا طبقات فيه. وما بين كل طبقه وطبقه بدهنها بالخليط اللي انا عملته. وطبعا لو الخليط تماسك منك، انا سيحتها في الميكروويف بالظبط كان 30 ثانيه، فكت معايا بسرعه. وحطي بعد كده الخلطه اللي انت عايزاه، بسطرمه، سجق، عايزاها جبن، بس عايزاه زي ما انت عايزه احشيها. فانا حطيت بقى فيها بسطرمه، وحطيت سجق، وحطيت زيتون بقى وطماطم وخيار. حطيت جبنه موتزاريلا، رشه جبنه موتزاريلا. اللي عايز يحط جبنه تركي يحط جبنه، جبنه عكاوي، اي حاجه عندك عايزه تحطيها جواها، هي مش هتقول لا. انت بتعملي فطير مشلتت حادق، هي حقيقي فطير مشلتت بس على الحادق. بعد كده هغطي الطبقه بتاعتها. وبعد كده هجيب الاوراق بتاعتي اللي هي كانت نص الورقه بره، ما انا كنت بحط نص بره ونص جوه. اروح جايه بقى ببتدي اللي انا المها وادخلها ورقه ورقه، وما بين كل ورقه ورقه احط من الخليط. الخليط اللي عملته ده هو اللي ادالها الطراوه، وكانك فطير بالظبط فلاحي حقيقي. يعني هو الخليط دوت السر فيه. بس كده هقفل على الفطيره كلها، ادخل الاوراق كلها، ابتدي ادخلها. بعد كده هجيب ورقه واحده بس كده، واروح جايه حطها عليها، اقفل الفطيرايه بقى كلها عشان تبقى كلها مظبوطه، يعني كلها تبقى حاجه حته واحده بقى، مفيش اوراق من بره ومن جوه. شايفين الجمال؟ حقيقي رهيبه. هديها مسحه سمنه من فوق، او برضو مسحه من الخليط اللي عندك مش هتفرق يعني. وبعد كده هعملها وش بيتزا من فوق. حطيت حبه موتزاريلا، زيتونتين وفلفلتين من فوق كده، زيتونتين، يعني اعمليها وش بيتزا. مش عايزه دخليها الفرن كده، مش هتقول لا. بس كده بجد مش حكايه رهيبه 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 والله حقيقي. فطير فلاحي، فضلت من اول حته لاخر حته طريه، لان هي اصلا يعني كفه معايا لتاني يوم كمان، من كنت عامله كميه. فلفه الجلاش الواحده عملت معايا مني فطيرتين مورقين، ورقه حلوه جدا. ومش مشبعه كمان، يعني مشبعه، تعتبر وجبه فطار حلوه، وجبه عشاء حلوه، وجبه غدا حلوه. انا كنت عاملاها وجبه غدا وكفت معايا واتبقى كمان منها. بجد رهيبه رهيبه، جربوها وهتعجبكم ان شاء الله. هستنى ارائكم، تقولوا لي ايه رايكم في الوصفه الحكايه دي. اللي هيجربها هيعملها كل يوم، من حلاوتها وسهولتها بجد هتنبهروا بالنتيجه. انا سميتها فطيره علي بابا من كتر ما هي بجد حكايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.